السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات سابين. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنا اليوم. رايحين نديرو سندويشات بطريقه سهله سريعه بسيطه مع خبز يجيكم من اروع ما يكون. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناه على المواصله. هنا عندي نصف صدر دجاج رايحين نقطعوه شرائح. من الاحسن انه الشرائح تاعنا تكون شرائح رقيقه، ما نديروهاش شرائح خشينه. يعني نصف صدر الدجاج راح يدير لكم كميه ما شاء الله. رايحين نروحوا للتتبيله. هنا المقطع كان انحذف لي. هنا راح نقول لكم المقادير. هنا درت كاس من نصف كاس من الحليب، ملح، فلفل اسود، القليل من البابريكا او العكري، الكركم. واذا حبيتوا تزيدوا التوابل الدجاج لكم الاختيار ولا تستغنوا عليهم، والحار كذلك اختياري. نخلطوا كل هذه المقادير مع بعض ونضيفوا عليهم الدجاج تاعنا، ومن الاحسن نخليوه من ساعه لساعتين. هنا راح نضيفوا كميه من الزيت، ما نساوش كذلك لا موطارد والخل او الليمون. نغطيو عليها ونخليو الدجاج تاعنا يتنكه. يعني كل ما خليناه مده طويله كل ما راح يجينا بنين. هنا سواء تعجنوا العجينه تاعكم بالبيتخان ولا تعجنوها بيديكم راح تعطيكم نفس النتيجه. عندي كأسين من الحليب ما يعادل 500 مليلتر من الحليب. كما تقدروا ديروا خليط بين الحليب والماء، كما تقدروا تستعملوا الماء. عندي خميره الخبز ملعقه كبيره مع ملعقه كبيره خميره مع ملعقه كبيره من السكر. عندنا ملعقتين كبيرتين من الخل. نخلطوا المكونات هذه مع بعض. نغطيو على الخليط تاعنا ونخليو الخميره تتفاعل. يعني من الاحسن انه نخليو الخميره تتفاعل، نديرو اللولوفان تاعنا اولا ومن بعد نضيفو المكونات الاخرى. هنا ما راح يشد معنا وقت كبير، حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق الخميره تاعنا راح تتفاعل. نبداو نضيفو في المكونات الناشفه. هنا عندي كميه من الزيت، حوالي فنجان قهوه من الزيت. عندنا الزراره اختياري، تقدروا ديروا سانوج، تقدروا ديروا الحبه السوداء، تقدروا ديروا نتوما واش عندكم. ونبداو نضيفوا في الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على قوام العجينه المطلوب. هنا اللي حاب يجرب الوصفه بكميه قليله يقدر يقسم الوصفه على 2. هنا ملعقه صغيره من خميره الحلويات. ونبداو نعجنوا الخليط تاعنا. هنا كما قلت لكم سواء تستعملوا البيتخان ولا تستعملوا يديكم، لكم الاختيار. قوام العجين لازم تكون عجينه طاريه تتلاصق في يدينا باش الخبز تاعنا يجينا خفيف. ملعقه صغيره من الملح. كل المقادير راح تسيبوها مكتوبه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اللي ما يعرف صندوق الوصف فقط يضغط على العنوان راح يخرج له صندوق الوصف كل شيء بالتفصيل. هذا هو قوام العجينه تاعنا، تكون عجينه تتلاصق في يدينا وما تكونش عجينه اللي ناشفه. شوفوا قوام العجينه كيفاش راح يكون. لو كان نشفوا العجينه تاعنا راح يجينا الخبز تاعنا ثقيل ويجي معجن. نحاولوا نخليوه بهذا القوام هكا باش نتحصلوا على خبز خفيف. هنا نمسحوا بيدينا بكميه من الزيت او كميه من الماء ونلموا العجينه تاعنا فقط ونغطيو عليها. هنا من الاحسن تخمروا العجينه تاعكم اكثر من مره. يعني كل ما خمرتوها وعاودتوا طيحتوا لها الخميره تاعها راح يجيكم خبز خفيف. نديروا لها كميه من الزيت من فوق هكا رشه صغيره فقط باش تسرعنا عمليه الاختمار. ونخليوها هنا. بعد ما فات عليها 10 دقائق راح نعاود نهبط العجينه هذه. كيما تقدروا تستغناو على هذه المرحله يعني وتخليو العجينه تاعكم تختمر مره واحده فقط. لكن اذا خمرتوا العجينه تاعكم اكثر من مره راح تعطيكم خفه للعجين. نعاودوا نغطيو عليها ونخليوها تختمر مره اخرى. يعني هنا تحاولوا ديروها مرتين الى 3 مرات فقط. تعاودوا تهبطوا العجينه تاعكم ولا تنحيوا الخميره اللي فيها وتعاودوا تخليوها تختمر مره اخرى ولا مباشره. يعني المرحله هذه تخمروها مرتين فقط كما درت انا. نمسحوا سطح العمل بكميه من الزيت ونبداو نقسموا العجينه تاعنا كرات. وزن العجينه تقدروا ديروه 100 غرام، كما تقدروا ديروا عينك هي ميزان. كما تقدروا ديروا كميه كبيره وتحتفظوا بها في الثلاجه في المجمد، وقت اللي تحتاجوا تجبدوها. شوفوا العجينه كيفاش فيها الفقاعات، يعني عجينه خفيفه.
هنا الفرينه فقط كي تجيو تلموا العجينه تاعكم ديروا الفرينه تدريجيا راح تحتاجوا من 700 ل 750 غرام على حسب نوعيه الفرينه اللي استعملتوها. راح ندير كميه من السميد من الفوق باش نفتح بها العجينه، كما تقدروا ديروا صفار البيض، لكم الاختيار. من الاحسن كي نديروا لها السميد هكذا من فوق نخليوها تريح 3 دقائق 4 دقائق ومن بعد نفتحوا العجينه تاعنا. نحاولوا العجينه ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه، يعني سمك العجين يكون 1 سنتيمتر. نخليوها تختمر مره اخرى ومن بعد راح نحطوها في فرن مسخن مسبقا درجه الحراره 180 الى 200 درجه. هنا راح نعطيكم السر باش الخبز تاعكم يطيب يعني كيما تاع المخابز. هنا بعد ما الخبز تاعي اخمر هنا حطيته مباشره على الشباك، يعني مباشره على الشباك اللي يكون في الفرن، ما حطيتوش بالصينيه هكذا تكون الشباك هذاك سخون نحط عليه العجين. شوفوا قوام الخبز كيفاش راح يجي، من اروع ما يكون، من اسهل الوصفات ووصفه سهله بسيطه وناجحه، خاصة انه جاي فصل الصيف يعني راح نحتاج هذه الوصفات بكثرة. اذا عجبتكم الوصفة اكتبوا لي في التعليقات اسفل الفيديو. رايحين نفتحوا الخبز تاعنا كيف وتشوفوا الخبز تاعنا كيفاش راح يجي. راح يجينا خبز من اروع ما يكون. هذا هو شكل الخبز تاعنا من الداخل، ما راح يجينا خبز معجن، بالعكس راح يجينا خبز خفيف، يعني تقدروا تحشوه باي شيء يكون متوفر عندكم. رايحين نفتحوا خبزة اخرى كذلك هكا باش تشوفوا النتيجة امام اعينكم. هنا فقط الخبز الفرن يكون مسخن مسبقا. نشوفوا الخبز تاعنا كيفاش راح يكون، والحشو يبقى اختياري، تقدروا تستعملوا الحشو اللي استعملته انا، كما تقدروا تبدلوا الحشو على حساب المكونات اللي متوفره عندكم. هنا بعد ما درت الحشو تاعي طاب ودرت القليل من البطاطا مع الفرماج، يعني الحشو يبقى لكم اختيار، اهم حاجه انه الخبز يجيكم خفيف. هذا هو شكل الساندويتش تاعنا لنهار اليوم، يعني من اروع الوصفات اللي تقدروا ديروها. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ما تنسوش اشتراك في القناه، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناه على المواصله. وما تنسوش كذلك الاعجاب بالفيديو هكذا باش يوصل للناس اكثر، وتعاونونا في القناه. الى الملتقى.